الحمد لله رب العالمين، أعز المسلمين بعزته وأمدهم بنصره وقوته، وشملهم في شهر رمضان بحفظه ومعيته. إلهي، إنا نحمدك على نعمة الإسلام ونشكرك ونتوب إليك ربنا من كل ذنب ونستغفرك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخذ العهد على نفسه بنصر المؤمنين، فقال في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام المرسلين وصفوة الخلق أجمعين. قال في حديثه الشريف وهو الصادق الأمين: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله، أولم قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ونهج نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون بالله، ما زلنا جميعا نعيش في رحال هذا الشهر الكريم، نعيش في رحال شهر رمضان، هذا الشهر الذي قال عنه الصادق الأمين: لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. ما زلنا أيها الأحبة نعيش في ظل وفي رحاب شهر البر والخير والإحسان، هذا الشهر الذي كان يتعامل معه الصحابة والسلف الصالح من بعدهم معاملة خاصة، فلم يكن شهر رمضان عندهم شهر صيام وقيام وقرآن وصدقة وإحسان فحسب، وإنما كان هذا الشهر بجانب العبادات كان شهر كفاح وجهاد، صبر ومصابرة ومرابطة، حيث حققوا في هذا الشهر أعظم الانتصارات وأكبر الفتوحات. فالإنسان حينما يستعرض التاريخ الإسلامي يجب أن ما من غزوة أو معركة خاضها المسلمون في شهر رمضان إلا وكلف الله عز وجل جهودهم بالنصر على أعداء الإسلام. بداية
من غزوة بدر الكبرى في صدر الإسلام، وفي مثل هذا اليوم بالتحديد 17 من شهر رمضان في السنة الثانية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقع يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل. هذا اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام والإيمان بامتنانه عليهم بالنصر على الأعداء، مع الفارق الشاسع بينهم في العدد والعدة، فيقول جل في علاه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يذكر الحق سبحانه وتعالى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر العظيم الذي أمده بهم في يوم بدر، يوم الفرقان، حيث كان المشركون أكثر عددا وعدة من المسلمين، ومع ذلك كان النصر من الله حليفا للمخلصين. ثم بعد ذلك تتوالى الأحداث، وفي السنة الثامنة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الفتح المبين، حيث تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتطهيرها من الأصنام وتخليصها من أيدي المشركين، بعدما خرج منها حزينا ذليلا منكسرا وهو يبكي متجها إلى بديع السماوات والأرض قائلا: والله إنني لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك غصبا ما خرجت. فيمكنه الله سبحانه وتعالى من فتحها وتطهيرها وتخليصها من أيدي المشركين في السنة الثامنة من هجرته ل20 خلف من شهر رمضان. وفي العام التاسع تأتي غزوة تبوك، وكانت بين المسلمين والرومان. ثم بعد ذلك موقعة القادسية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، وفي عام 657 تأتي موقعة أخرى عين جالوت، وكانت بين العرب والمسلمين والتتار. ثم يأتي بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي، ويتمكن هذا الرجل في هذا الشهر الكريم كذلك من إخراج الصليبيين من فلسطين، بل من أرض العرب بأسرها، بعدما احتلوها أكثر من 100 عام. كل هذه السلسلة وهذه الغزوات وهذه الفتوحات وهذه الانتصارات وقعت من الله عز وجل للمسلمين في شهر رمضان. ولنا أن نتساءل: لماذا جعل المولى تبارك وتعالى شهر رمضان موعدا لتأييد المسلمين بالنصر على أعداء الدين؟ الأسباب كثيرة ومتعددة. من أعظم هذه الأسباب أن الإنسان في هذا الشهر
وبفضل الصيام وطاعة الرحمن يستطيع أن ينتصر على نفسه التي بين جنبيه. وإذا تمكن الإنسان من ذلك وانتصر على نفسه وشهواته وملذاته، كان من اليسير عليه أن ينتصر على أعدائه الخارجيين. ففي شهر رمضان ينتصر الإنسان على الشهوات والملذات، ينتصر على النفس والهوى والشيطان، فيكون انتصاره على غيره أيسر وأسهل. ومن أسباب النصر كذلك للمسلمين في شهر رمضان على أعداء الدين أن هذا الشهر هو شهر التقوى، كما ذكر ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى معيته للمتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يؤيد عباده في شهر رمضان بمعيته. ومن يكن معه الله فمعه الحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، والفئة التي لا تقهر. وشهر رمضان هو شهر الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شهر رمضان هو شهر الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك حينما قال: رمضان شهر الصبر. والله سبحانه وتعالى يمنح معيته للمتقين والمحسنين والصابرين، وهذه الخصال كلها تتحقق للعباد في شهر رمضان. لذلك جعل المولى تبارك وتعالى هذه الأيام وهذا الشهر الكريم منذ بداية الإسلام إلى عصرنا الحديث موعدا للنصر على أعداء الدين. ولا يفوتنا أيها الأحبة هذا النصر الصاحب على أعداء الإسلام من اليهود والصهاينة. قلنا أن النصر في شهر رمضان بداية من يوم الفرقان حتى هذه الأيام كان النصر دائما وأبدا من عند الله، وما النصر إلا ليس بالعدد ولا بالعدة ولا بالقوة ولا بالغلبة، وإنما النصر دائما يكون من عند الله لمن يستحق من العباد. إن تنصروا الله ينصركم. قلنا أننا لا ننسى هذا النصر الساحق على أعدائنا في 3 أكتوبر العاشر من رمضان لعام 73، حيث تمكن آباؤنا وإخواننا المصريين، والذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعظم جنود الأرض، حيث تمكنت القوات المسلحة من الانتصار على اليهود انتصارا ساحقا شهد له العالم في أقل من 6 ساعات، حيث عبروا قناة السويس وحطموا خط قريب وألحقوا بأعدائنا خسائر لا يتوقعها أحد. كانوا يزعمون بأنهم قوة وجيش لا يقهر، ولكن بفضل التكبير وكلمة التوحيد والصيام وتلاوة القرآن وشهر رمضان استطاعت القوات المسلحة من أن تهزم اليهود هزيمة ساحقة وتعيد لنا أرضنا كما سجل التاريخ إلى
الحب والألفة، شهر البر والخير والإحسان، شهر القرآن والقيام، شهر العبادات بشتى أنواعها تقربا إلى الواحد الديان. من أجل ذلك فهذه دعوة إلى الوحدة والترابط لشعبنا من أجل النهوض ببلدنا، مخافة على مصر بلد الأمن بلد الأمان كما ذكرها ربنا في القرآن. أسأل العلي القدير أن يعيننا وإياكم جميعا على طاعته وحسن عبادته، أو كما قال ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث ثروتنا رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بعدما تعرفنا على منزلة رمضان والسلسلة الحافلة في الانتصارات للإسلام والمسلمين على أعداء الدين، فبعد ساعات أو أيام قلائل نستقبل جميعا العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجد وبيجتهد في العشر الأواخر أكثر مما سبقها في شهر رمضان. والحكمة من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك التماسا لليلة هي أعظم ليالي العام، ألا وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. من أجل هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ولقد قرر مديرية الأوقاف قبل الشيخ وإدارة الأوقاف مسجدي بداخل المدينة لمن أراد أن يحيي هذه السنة وسنة الاعتكاف، مسجد الفتح وهذا المسجد عبد الله بن الرسول، لمن أراد أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لليلة القدر. نسأل العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهلها.